السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقتنا هنظبط فيها الغاز للعربية. ناس كتيرة عندها الغاز، وطبعا الغاز لو انت مركبه في شركة بيبقى معاك ضمان لمدة سنة. السنة دي تقدر تروح الشركة تصلحه، اما لو انت مركبه بره الشركة فالشركة ما بتعملش فيها حاجة. ففي ناس كتير عندها الغاز ده فيه مشكلة ان هو بيتبطل منه على الصلانسيه بيعمل. فالنهاردة انا هوريكم ازاي تظبطوا الغاز تمام انتوا بايديكم. اولا الغاز ليه تحكم، ادي واحد تمام. وادي التاني. التحكم ده خاص بالصلانسيه، تبدأ انك انت تحركه واحدة واحدة لحد ما يظبط لك المكنة. لو انتوا لاحظتم المكنة بدأت تبرجل وبطلت تمام، تبدأ تظبط معاها لحد ما تدور معاك بالشكل ده، حتى من غير ما تزود في البنزين. تبدأ تظبط واحدة واحدة معاها من المسمار اللي احنا اتكلمنا عليه ده لحد ما تحس ان المكنة طبعا بايدك يا دوبك بتحرك حركة بسيطة جدا كده. بدأت تهدى المكنة، بدأت تبرجل كده، صوت المكنة ظبط. طب ده بتاع ايه؟ ده خاص بالسرعة. لو انت العربية معاك على بطيئة شوية السرعة ما بتجريش وحاسس ان هي مخنوقة تمام، وهي على الغاز، واما بتقلب بنزين بتلاقيها سرعتها كويسة وحلوة تمام، ده اللي بتفتح منه. لحظة واحدة، بتجيب مفتاح 17 وتحل الصامولة ديت، حاجة بسيطة تمام، وتبدأ تفتح ده، بس يا دوبك بينفتح برضو حاجة بسيطة تمام. وانت بتفتح بتكون شادد الاكسلاتير وتفتح لحد ما تعلي صوت المكنة، بس ما تعليهاش قوي، لان كتر ما بتفتح كل ما بيستهلك معاك في الغاز. لو انت الغاز عندك بيخلص بتستهلك غاز كتير، بتبدأ ان انت تقفلها شوية. هي طبعا ملهاش علاقة بالصلانسيه الا لو قفلتها قوي او فتحتها قوي تمام. طبعا ظبطها انا مش عارف اظبطها لان انا ماسك التليفون بايدي. انت بتشد واير اكسلاتير تمام، تفضل شده بمقاس معين، وتبدا تحرك بالمفك، تفتح سنه سنه لحد ما صوت المكنه ايه يدي علو معاك شويه. ده في حاله ما تكون عايز تزود سرعه العربيه شويه. في حاله ما العربيه بتاكل معاك غاز بتقفله. ده النظامين بتوع ضبط غاز العربية، ده وده. طبعا بخلاف البوجيهات وطاقم الكهرباء والحاجات دي كلها لازم بيكون متراجع عليها الاول. العربية من غير ما بدوس على البنزين على الاكسلاتير طالما مظبوطة مفيش فيها اي مشكله، من غير ما ادوس على الاكسلاتير ومن غير ما ادوس على اي حاجه هي بتنطق من غير اي حاجه. ده بالنسبه لتظبيط الغاز في العربيه، اللي هو الغاز الحقن العادي تمام. ده تظبيط الغاز بتاعه. اولا المسمار اللي احنا قلنا عليه ده لو العربيه ما بتقفش على الصلانسيه تمام، وهي عاليه على البنزين. يعني لو هي على البنزين عاليه الار بي ام جايب معاك 5 أو 7 والغاز برضه بتبطل منك، في الحالة دي انت بتبقى عامل الحركة المسمار ده بتحركه واحدة واحدة اتجاه الشمال وفي اتجاه اليمين والعربية دايرة لحد ما تظبط معاك. اولا انت بتعلي العربية شوية كمان وتبدأ تظبط فيه لحد ما يتظبط، بعد كده بطل العربية تاني على المكان على المقاس اللي كانت فيه. تاني حاجة
المسمار التاني ده هو ده بتاع سرعة العربية او استهلاك الغاز. يعني هو ليه مقاس معين بيشتغل عليه. المقاس ده بيبقى يعني انت ايه بتعايره انت بايدك. المقاس ده ان هو يديلك سرعة حلوة، تمام. يبقى مثلا السرعة على البنزين 120، على الغاز 115، تبقى كده دي كويسة، تمام. طبعا ما بتستهلكش منك غاز لو انت ظبطته على المقاس. انما في حالة الجري هتستهلك منك غاز. لو انت فتحت المحبس ده قوي هتستهلك منك الغاز. في نهاية الحلقة يا ريت اتمنى انكم تكونوا استفدتم، ولو حد محتاج مني اي استفسار انا تحت امركم جميعا. اكتبوا لي اسفل الفيديو، انا تحت امر الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.